ده أذكى ميكانيزم اتعمل في التاريخ، مش فارق تحط جواه إيه، موزة، مفتاح، أي حاجة، أول ما حاجة تدخل جواه الفكين يلفوا عليهم كأنهم متصممين مخصوص على شكلها بالضبط. الاختراع العبقري ده ليه اسم مورفينج فايز. طب ازاي بيعمل الحركة دي؟ السر في الفكوك المتقسمة، كل فك مكون من أسنان حديد بأحجام مختلفة من الكبير للصغير، وكل سنة راكبة على قاعدة مقوسة بتنزلق، وده بيخلي كل جزء يتحرك لوحده بحرية. النتيجة الفكوك دي بتغير شكلها تلقائيا على حسب أي حاجة تدخل بينها، ناعم أو ناشف أو مدور أو مسطح أو حتى شكل غريب ومش منتظم. أول ما السنان تمسك كويس مسمار أمان بيقفل الحركة ويحول كل الأجزاء المتحركة دي لجسم واحد ثابت. مفيش تزحلق، مفيش هز، بس قبضة مرعبة ماسكة الحاجة كأنها مش ناوية تسيبها أبدا. وعشان كده بيمسك أي حاجة من الأسطوانات المثالية لأغرب الأشكال اللي ممكن تتخيلها. مذهل، هو حرفيا بيطوع نفسه على الشيء ويشد عليه بثبات مذهل. دلوقتي بقى افتكر ايه الشكل اللي ممكن يهرب من الفيز ده. واخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.